السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وكيف لا أحمده، والموت سنة الحياة، وكيف لا أحمده وهو الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله تفرد في ملكه وسماه، وتنزه عن الابن والكيف فلا عين تراه. قسم الأرزاق بين عباده، فهذا منعه وهذا أعطاه، وهذا أسعده وهذا أشقاه، وهذا أضحكه وهذا أبكاه، وهذا أماته وهذا أحياه. نحمده سبحانه وتعالى على ما أعطاه، ونشكره على ما أنعم به وأولاه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا وقائدنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه يا حبيبي يا رسول الله، عدد ما سمعت أذن بخبر، وعدد ما اتصلت عين بنظر. ثم أما بعد، عباد الله، سوف نستهل لقاءنا اليوم بمشيئة الله تعالى عند رسالة لكل مهموم. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، لا تجزعن، إن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. قال الله عز وجل في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. اسمع رعاك الله. عباد الله، لا بد من الابتلاء لأهل الإيمان، ولا بد حينها من الصبر والثقة واليقين برب العباد. لكن لماذا الابتلاء؟ قال أهل العلم لأمور عدة، أولها تطهير الصفوف، كما قال الله عز وجل في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. صدق الله العظيم. ومن حكم البلاء أيضا هي تربية المؤمنين، ففي الابتلاء نضجا وتقوية للصفوف وثقلا للمعادن، كما قال الله عز وجل في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقال الله تعالى: وليبتلى الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ومن حكم البلاء أيضا رفعة الدرجات ومضاعفة الحسنات،
وتكفير السيئات، فيخرج المبتلى من الابتلاء كيوم ولدته أمه. فاعلموا أن الذنوب عباد الله ملازمة للبشر، فمن رحمة الله عز وجل ابتلاهم وتعاهدهم بالبلاء من حين إلى آخر لتنحط عنهم الخطايا بالصبر، ولكن علينا بالصبر، فنحن أقل صبرا من الأنبياء في الابتلاء. أشد ابتلاء الأنبياء أشد ابتلاء، وأمرهم الله عز وجل بالصبر، فقال الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد ابتلاء من هؤلاء. حوصر في الشعب، عذب أصحابه، مات أبناءه، طعن في شرفه وعرضه، فداك نفسي وروحي وأهلي يا حبيبي يا رسول الله، مؤامرات لاغتياله. ومع هذا يردد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. وقال الله عز وجل عن أتباع الأنبياء: بسم الله الرحمن الرحيم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين. عباد الله، بعث عمر برسالة إلى أبي موسى قال فيها: اعلم أن الصبر صبران، اعلم أن الصبر صبران، أحدهما أفضل من الآخر. الصبر في المصيبة حسن، لكن الصبر عما حرم الله عز وجل أحسن. اللهم ارزقنا الصبر والسلوان، اللهم آمين. فاعلم رعاك الله أن الحال لا تدوم على وتيرة واحدة، فما من ابتلاء إلا وخلفه فرج، والعكس بالعكس، فلا بد أن يعلم المبتلى أن الفرج آت لا محالة. اللهم اجعلنا أقوياء عندما لا نجد من يتقاسم معنا الوجع، اللهم اجعلنا أقوياء عندما لا نجد من يتقاسم معنا الوجع. املأ اللهم قلوبنا صبرا وصدورنا شرحا وعقولنا راحة. اللهم لا تبتلينا بمن نحب بعدا ولا فقدا ولا حزنا ولا مرضا. اللهم لا تبتلينا بمن نحب بعدا ولا فقدا ولا حزنا ولا مرضا. اللهم فرحة تبكي العيون وتزيل الهموم. اللهم نناجيك بقلب أيوب ولسنا ببالغين ضره. اللهم نناجيك بقلب أيوب ولسنا ببالغين ضره. ونناجيك اللهم بدمعة يعقوب ولسنا ببالغين صبره. اللهم أرحنا بعد التعب، اللهم جبرا جميل بعد الصبر الطويل. وهذا دعائي لكم جميعا. أضاء الله قلبا أنتم حاملوه، ويسر الله أمرا أنتم طالبوه، وفتح اللهم بابا أنتم طارقوه، ووسع الله بيتا أنتم ساكنوه، وثبت اللهم في قلوبكم قرآنا أنتم حافظوه، واستجاب الله عز وجل لكم بقدرته دعاء أنتم دعوتموه، وعطركم الله عز وجل في خير فعلتموه في الخفاء ونسيتموه. لكن اعلموا أن الخير الذي تفعله أنت في الخفاء وتنساه لن ينساه رب الأرض والسماء. ارفعوا أيديكم إلى الله عز وجل، ولكن
وأنتم موقنون بالإجابة، فلا تجربوا مع الله عز وجل. فهناك 3 أشياء تحدث عندما ترفع يديك إلى الله عز وجل بالدعاء: إما أن يجيب الله عز وجل لك الدعاء، وإما أن يرفع عنك بلاء، وإما أن يكتب لك أجرا في الخفاء. فإن كان من توفيق فمن الله عز وجل وحده، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فوارد لا شك فيه، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ثم يلقى به في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم. اللهم ارزقنا التوبة الصادقة قبل الممات، اللهم ارزقنا توبة صادقة قبل الأمات، اللهم ارزقنا توبة صادقة قبل الممات، وارزقنا اللهم عملا يرضيك ثم اقبضنا عليه. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، اللهم آمين. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل جديد بلقاء جديد إن قدر الله البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الله ورعايته، في أمان الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.